السلام عليكم. عم بحكي معكم من داخل قرن ساموس. يا جماعة الخير، يلي عم يطلعوا كلياتهم برحلات البلم والجيت، بتمنى الكل قبل ما يطلع انه يفوت على شيء اسمه برامج تبع الطقس. بتفوت عليه بتعرف انه الموج مناسب لرحلتك ولا لا. يا اخوي اليوم انت اللي عم تطلع، انت يا مهاجر اللي عم بتهاجر، انت عم تطلع بطريق موت. لا ترد على طريق، لا ترد على الدكتور انه يقول لك تعال موج كويس. انت منك لحالك فوت وشوف الموج، منك لحالك فوت وشوف اذا رحلتك مناسبة للطلعة ولا لا. هاي شغلة تانية، اني اذا كان اولت امبارح كان الموج متر ونص ماشي، طلعت رحلة من ازمير، رحلة بلم 36 شخص كان عليها، وصلوا لهون منا 22 شخص بس. 14 شخص كانت ضحية من هدول، 14 شخص كانوا ضحية. أكتر موقف اللي عن جد بمحزن لما كان في ولد قاصر من بيناتهم. هذا الولد أمه وأخته، وأبوه هو بأوروبا، أمه وأخته كانوا معاهم على البلم. فأمه وأخته هن كانوا ضحية للأمواج وللبحر الهايج. لما سألنا للولد اني وين اهلك وين هاد، فقال الولد شو كان جوابه؟ هو عم يبكي اني بلعون المي، بلعون البحر. هيك كان جوابه. يعني كل اللي كانوا الله يرحمهم يا رب يجعل مسواهم الجنة بجاه الحبيب محمد. فبتمنى اللي عم يطلع ماشي، ما حدا عم بقول لكم لا تطلعوا ابدا، اطلعوا، بس اللي عم يطلع لا يستخسر بحياته، لا اني يشوف الشغله كتير سهله. خذوا معكم سترات، خذوا معكم شمبريلات، لا حدا يشوف الشغله كتير هينه. هذا طريق موت يا جماعه الخير. بعدين شوفوا البحر، شوفوا الوضع اذا مناسب، اذا مناسب للطلعه، اذا كان الموج عالي لحدا يطلع، اذا مثل هلا الهواء كتير ماكن. والله ما بعرف. وانا على كل حال رح احط لكم عندي باول رابط ومثبت التعليق، رابط تبع البرنامج اللي بيشوف الموج. فالكل يحمله عنده، اي شخص راح يهاجر ولا راح يطلع بطريق الهجرة يعني يشوف الوضع مناسب، يشوف الموج، علوة الموج قديش. والله حرام، والله حرام. الله يرحمهم يجعل مسواهم الجنة. مو من هدفي ابدا اني اطلع واحكي عن حدا، بس انا من هدفي اني انصح اهلي وناسي اللي عم يهاجروا. ان شاء الله توصلوا بخير وسلامة، والله يرحمهم ويجعل مسواهم الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله.